السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة كريم فاميلي، ويا رب دايما تكونوا بخير، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، وحطوا لنا رأيكم في القصة، ويا رب تعجبكم القصة. قصة رعب جديدة. وقبل ما نبدأ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. القصة دي قصة مرعبة وحقيقية، لأنها حقيقية فعلا، قصة حدثت بالفعل، من أشد جرائم الرعب والقتل اللي ممكن تخوف حد، ولازم حد يكون قلبه جامد عشان يكمل القصة دي، عن السفاح اللي دوخ الشرطة. قصة حقيقية فعلا. بيقولك في عام 1997 في مزارع بسيط يكتشف جثة فتاة في مزارع القصب في اندونيسيا، فيقوم بإبلاغ الشرطة اللي تكتشف الشرطة ان دي مش مجرد جريمة قتل عادية، بس اكتر من كده وافظع من كده. جريمة بمعنى اللي هو الانسان فعلا اللي باع نفسه للشيطان. قبل ما نبدأ جمد قلبك عشان القادم مرعب ومخيف، وده قصة حقيقية فعلا، وجمد قلبك وما تسمعهاش لوحدك. القصة دي عشان مرعبة. في ناس على فكرة جات لها خيالات لما سمعوا القصة ديت، وانا منهم على فكرة. بيجتمع أهل، بيقولوا لك القصة، بيجتمع أهل القرية عند جثة فتاة، ويتعرفوا عليها بنت من القرية اسمها كمالة. تقوم الشرطة بتحرياتها لحد ما توصل لشاهد عيان، وهو السواق تاكسي. قال إن آخر مرة رأى فيها البنت دي كانت لما وصلها الشخص يدعى أحمد سرداجي. أحمد سرداجي ده واحد من المتخصصين في السحر الأسود، بس يطلق عليه كمان ملك السحر الأسود من قوته وشدة تمكنه من السحر الأسود، أعزنا الله وإياكم. كانت بتجيله ناس من أماكن بعيدة ومن دول تانية، وتصل الشرطة لبيت أحمد سرداجي ده وتقبض عليه، لكنه بينكر كل شيء عن القضية. لكن الشرطة الأندونيسية كانت متأكدة أن أحمد سرداجي ليه علاقة بالجريمة دي، لأن هناك أكتر من شاهد غير سواق التاكسي أرشد عليه برضو. أخبرتهم كمالا إنها رايحة لعمل بعض الأعمال السحرية، وعند تضييق الخناق عليه اعترف أحمد سرداجي باللي حصل. اعترف إن هو ما قتلهاش بس، ده هو قتل 40 ست كمان في نفس القرية، بس ده غير اللي بره القرية. تتراوح أعمار الضحايا بتوعه من 16 ل 50 سنة، يعني ما سابش إلا وخلى. اعترف في تحقيقاته انه كان بيدفن ضحاياه في مزارع القصب اللي حوالين قريته، وعلى الفور راحت الشرطة هناك وحفرت المزارع القصب لمدة شهر كامل تبحث. تخيل شهر كامل بتدور. وخلال الشهر ده استخرجت الشرطة جثث كتير من ضحايا أحمد سرداجي. وصل عدد الضحايا لأكتر من 42 جثة. ورث أحمد مهنة السحر دوت من والده، وكان وصل لمرحلة شهرة كبيرة في اندونيسيا. كل اعمال احمد سرداجي بتنجح. عشان كده ايه سبب الضحايا؟ قال سرداجي في التحقيقات ان هو ورث من السحر من ابوه، كان شغال تمام. لكن في عام 1988 طلع له شبح ابوه وقال له يا ابني لو عايز تزيد قوتك وتكون اقوى ساحر في المنطقة وفي العالم، لازم تقتل اكتر من 70 سيدة وتمثل بيهم عشان تكون اكثر واحد. فبالتالي طبعا احمد كان بيطمح ان هو يكون اقوى ساحر في العالم، وبدأ في تنفيذ الجرائم في المناطق المحيطة بيه وفي قريته وحوالين قريته. كان هدف سرداجي ان هو يكون ساحر قوي، وان هو يقترب جدا من الشيطان وينفذ له كل طلباته. ولما بدأ في تنفيذ وصية والده في قتل السيدات، بدأ قوة السرداجي السحرية تزيد عن اللازم. وصيته طبعا ذاع في وسط المدن اللي حواليه، ونقل حياته للقرية اللي تم القبض عليه فيها. وبدأ السرداجي يشعر ان قوته ما كانتش زي الاول، فتذكر وصية والده وبدأ في قتل السيدات مرة تانية. كان سرداجي متزوج من امرأتين، وكانوا عايشين معاه في نفس البيت. كان بيعطيهم الكثير من الأموال مسيطر على عقولهم بالسحر الأسود بتاعه. فقال لهم على وصية والده، أخبرهم إن قوته بدأت تضعف، وطلب منهم إن هم يساعدوه في تنفيذ وصية والده. فبدأت زوجاته إن هم يجيبوا له بنات وسيدات لحد بيته عشان يعمل أعمال سحرية ويقتل الناس منهم، ويقتل البنات اللي فيهم. وعملية القتل ودفن جثث كانت مرهقة لسرداجي،
وابتكر طريقة تسهل عليه الأمر. كان بيطلب من السيدات اللي عايزين تنفيذ أعمال سحرية إن هم يجولوا بالليل في مكان الأرض الزراعية، وتقوم السيدة بدفن نفسها في منطقة الوسط، على اعتبار إن هي الطريقة الوحيدة لنجاح الأمر، ويقرب منها وهي بعد ما تدفن نفسها تلات ارباع جسمها في الرملة، يقوم هو ايه بقى يعني على اعتبار انه هيعمل اعمال سحر، يخنق الست دي ويموتها ويكمل دفنها. في الامر السهل عليه، يعني القتيلة هتحفر وهتعمل، ومفيش غير ان هو يذبحها ولا يموتها ويدفنها. وطبعا هي مش هتقدر تتحرك لان هي بالفعل دفنت نفسها قبل ما هو يبدأ. فالضحية تدفن نص الدفنة لنفسها، وهو يجب ان دفن السيدة دي في اتجاه بيت سرداجي بحسب وصية والده. بشهادة اهل القرية ان قوة سرداجي السحرية دي كانت قوية بالفعل، وكانت الأعمال السحرية بتنجح كتير بسبب الدم طبعا اللي عمله. وجدت الشرطة كمان صعوبة في الأمر، تزيد القوة لأن الموضوع كان كبير كمان، لأن الموضوع كان ناس كتير وهو في مش لاقيين دليل عليه. فإن كتير كمان من القرى المجاورة قامت الشرطة بعمل حصر للحالات اللي اتبلغ ان هم اختفوا في الفترة دي. ولعدم اكتمال الأدلة تم الحكم عليه هو وزوجاته بالحكم المؤبد لمدة 25 سنة خلف القضبان. ولكن بسبب ان القضية كانت رأي عام، وبسبب غضب الأهالي اللي عيالهم ماتوا، قاموا بحرق منزل سرداجي وتم محاكمته مرة تانية البحث عن أدلة تانية تدينه. وبالفعل في 2008 تم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في ميدان عام. وأمام أهل القرية رفض أهله استلام جثته، وتم دفنه في مكان يبعد 50 كيلو عن القرية. وهنا السحر للأسف زي ما انتم عارفين منتشر، وربنا يكفينا الشر العالم دي المؤذية. وقبل ما ننهي ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، ويا رب القصة تعجبكم. وطبعا قولوا لنا رأيكم، هل الكلام ده هل شفت حالة مشابهة للمدينة أو القرية اللي انت عايش فيها أو لا، وقول لنا رأيك في القصة. وما تنساش الاشتراك واللايك والشير. وقبل ما ننهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد. سلام.